يا أبطي دقي على الجدار لحد ليلنا ما يتولد له النهار. يا أبطي دقي على الحجر لحد ما تصحي جميع البشر. يا أبطي يا أبطي دقي على الجدار لحد ليلنا ما يتولد له النهار. يا أبطي دقي على الحجر لحد ما تصحي جميع البشر. يا أبطي دقي على الجدار لحد ليلنا ما يتولد له النهار. يا أبطي دقي على الحجر لحد ما تصحي جميع البشر. لحد ما تتفطر الأسرار مش فاهم اللي حاصل لكن بقلبي يوم واللي مش فاهمه عقلي بنشرحه السلاسل. مش فاهم اللي حاصل لكن بقلبي يوم واللي مش فاهمه عقلي بنشرحه السلاسل. يا قلوب بتنزف دم في العتمة، يا قلوب بتنزف دم وتغني، يا قلوب بتنزف دم في العتمة، يا قلوب بتنزف دم وتغني. سجنوا جيلوا الكلمة والكلمة غصب عنها وعني. طلعت من القضبان ومن الأسوار، طلعت من القضبان ومن الجناح من الجذور. احنا بنتكلم بنقول يا جماعه احنا ممكن طالما الكلام كله موحي به من الله، اذا الكلام ليس بحرفيته ولكن بمعناه. اذا انا ممكن اجيب ورقه وقلم وكراسه طويله عريضه اقعد احكي لك عن قصه واحد عينيه خضرا وشعر ابيض زي الكابتن قاعد قدامي نزل من السماء عشان يفتي على القضيه واتصرف و على الصليب. طيب الشخص اللي مثلا حسن معلش الكلام الجانبي بعد اذنك المفروض بتاع بره عايز تتكلم، فدي نقطة. لكن ويقول لك الكلام موحي به من الله ولا انسان. يا جماعة انا تاريخ حياتي كذا 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 وليا ناس تشهد لي بمصداقيتي. انت مادة مين يشهد بمصداقية مادة؟ يعني انت ممكن تاخد الوقت ازاي من التفسير في ناس لو انا على درجة علم انا بقى عارف هو عنده واحد على درجة علم ماشي. وانا بقى دلوقتي بناطح نفسي بكبير مفسرين الانجيل وحطيت نفسي وهطلع تفسير ومادة المسكين يطلع تفسير وشنيدر يطلع تفسير. انا مش هطلع تفسير انا هطلع انجيل وموحي لا يمنع. انا موحي لا الشنو ده مفسر تفسير الشاهد على انه كلام بين الرب ومادة المسكين ومفسر تفسير ثاني واباء الكنيسة من دين تفسير تاني. ده تفسير ما ينفعش تاخد بالمعنى لان في يا جماعة عندنا تفسير الطبري وتفسير ابن كثير لو اختلف هيختلف في صغائر، لكن هم عندهم اختلاف نشيد الانشاء. بلاش عشان معانا بعدين لا حتى تفسير اي حاجه ثانيه. تفسير اي تفسير مثلا تفسير النبوات اللي كان بيتكلم على الدكتور اسلام من شويه. تفسير النبوات دي حتى التفسير ده وتفسير ده الاثنين اجمعوا انه محمد مش نبي ماشي، بس كل واحد بيتكلم في حته ثانيه خالص. كل واحد ليه رأيه طبعا. كل واحد ليه رأيه في ايه؟ في المسألة دي. إذا كل واحد بيفسر على ايه؟ ثانية واحدة النقطة كل واحد بيفسر على رأيه. لكن أنا عندي التفسير ليه مبادئ وقواعد وقوانين في علم بحاله عندي في الإسلام اسمه علم تفسير القرآن الكريم. وأهم المادة